العائله، كيف راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبالف صحه وسلامه. بدايه وكيف العاده الف صلاه وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. بالنسبه لهذا الفيديو هذا كيجمع ما بين روتين اليومين. بالنسبه لليوم الاول فهو عباره عن روتين اللي ما غاديش نهضر معاكم فيه، كله طاقه وحيويه، كيبعث النشاط. والا كانوا كيعجبوكم بحال هاد الفيديوهات كنتمنى تخليو ليا في التعليق بلي كيعجبوكم، ونولي ان شاء الله مره نحط لكم بحال هاد الفيديوهات في القناه، علاش لا. اهم حاجه البنات دعموا القناه بالبارطاج واللايكات والتعاليق والضغط على الجرس وتفاعلوا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وهذا اليوم الثاني فقت بكري وخبزت خبيزات انا كنطيب فيهم، وهذه هي النوعيه نتاع السفه اللي كنستخدم. عرفتوا البنات هي رقيقه ولكن راه فن البنات كتبقى هي خاصك تعرفي كيفاش تخدميها. مخدومه بالقمح الاصفر، وهذا الزيت هذا اللي كتشوفوه ما غنستخدموش كامل في السفه دابا، غنستخدمو في شحال من حاجه. المهم غناخذ تقريبا مقدار تاع 2 المعالق كبار باش غادي نلبس هاد السفه هذه بالزيت، ما بين 2 المعالق كبار حتى ل3. عينك ميزانك ديري 2، وفي التالي الا حسيتي بها باقا ماشي كامله تلبسات لك بالزيت ضيفي واحد المعلقه اخرى. كنفضل انا على 2 المعالق صافي كافيين. نحاول انا نلبسوها كامله بالزيت. بالنسبه للكميه اللي استخدمت 500 غرام، نص كيلو. ودابا نوضعوا الشعريه السفه في الكسكاس اللي البرمه نتاعو ديجا وضعناها فوق البوطه، ووضعنا فيها كميه نتاع الماء اللي سخنات. وانا البنات غندير القفاله لحقاش البرمه عندي شويه محلوله من الجنب. وبالنسبه للسفه فغادي ملي نوضعوها فوق البرمه نخليوها كل ما هبطت لينا كميه نضيفوا عليها الكميه الاخرى حتى نكملوا نص كيلو كامل. مباشره ملي غتهبط لينا كامله ديك الساعه
غادي نحيدو الغلاقه نتاع الكسكاس، وغنديرو بلاستيكه من الفوق. راه البنات راه عارفين الطريقه، راه ملي غادي نديرو البلاستيكه من الفوق غادي تنفخ البلاستيكه. ملي غادي تنفخ البلاستيكه ديك الساعه البنات غادي نحسبوا نص ساعه، نصف ساعه كامله. وهنا عندنا مريقه بالبصله، مريقه خفيفه. هنا هبطات صفه. غادي نضيف كميه اخرى، وغادي نغلق ثاني بالغلاقه نتاع الكسكاس. وهنا البنات من بعد ما هبطات الصفه كامله درت بلاستيكه، وهانتوما كيف ما كتشوفوا. وهنا البنات كنصايب خضيره لولدي، ها نتوما هي طلعت البلاستيكه. فهاد القيسه خاصنا نحسبوا نص ساعه باش نحيدوا البرمه من فوق الكسكاس ونكملوا العمليه نتاع هاد السفه. هنا راني مسحت البوطاجي وكنوجد الاشياء اللي غادي نحتاجها فاش غادي نكملوا الصايب نتاع السفه. المهم هنا من بعد ما فارت التفويره الاولى كنكون وجدت واحد البانيو فيه الماء، ها هو، وغادي نكب فيه ديك السفه مباشره وهي سخونه. عرفتوا الطريقه البنات؟ عرفتي راه ساهله وفنه، كتخلي السفه نتاعك كتبقى شعره شعره، ماشي كتداخل فيما بيناتها ولا لا، كتبقى زوينه. نخليوها بضع دقائق بحال هكا مباشره صافي، بضع ثواني اقصد صافي، ونبداو نحيدوها ونحطوها فين؟ غنحطوها فوق القصريه صافي، ونخليوها تشرب واحد شويه. لا باس انك توضعي عليها واحد البلاستيكه. هنا راه يمكن ما تصورتش ليا في التفويره الاولى، يمكن ما تصورتش ليا. ملي نحيدوها من الماء ونوضعوها في القصريه، كنتكلم على التفويره الاولى، شنو نوضعوا عليها بلاستيكه ودره من الفوق ونخليوها حتى تشرب لينا ديك الميها اللي كانت فيها، وعادش ندوزو للتفويره الثانيه. وماشي تاني نديرو عليها الدره والبلاستيكه ونخليوها، لا، دوز واحد 3 دقائق بحال هكا 4 دقائق، نمشيو نحركوها، نحلوها بحال هاد الطريقه هذه. ثاني نعاود نغطيها بما نشفات صافي، ونرجعوا ونديروها في الكسكاس باش ندوزو للتفويره الثانيه ان شاء الله. وهنا من بعد ما تشربت لينا السفه الميها، شنو غنديرو؟ غادي ندوزو نديروها في الكسكاس باش نوضعوها فوق البرمه للتفويره الثانيه، ونوضعوه فوق منها البلاستيكه مباشره. نوضعوا فوق منها البلاستيكه، عاد نوضعوها فوق البرمه. وملي طلع البلاستيكه ديك الساعه ثاني نحسبوا نص ساعه اخرى دائما حتى نفخ لينا البلاستيكه، عاد نحسبوا نص ساعه. وهادو هما الخبيزات اللي صيبتهم في الاول، هما هادو هما محمرين، اللهم بارك. وهي السفه كملت التفويره الثانيه. دابا غنوضعوها مباشره في القصريه ونحلوها غير بشويه نتاع الماء، غير بشويه بشويه، نضيفوا الماء غير بشويه بشويه وحنا كنحلو فيها. بالنسبه لي انا ضفت تقريبا رابعه تاع الماء، ضفتها مره واحده، لكن نتوما ما تضيفوهاش مره واحده. نفضل انكم مثلا تحطوا الماء في شي جباني ولا شي حاجه وتبداو تحلوا فيها غير بشويه. انا ضفت الماء مره واحده حيت انا شحال مره كنصايب هاد النوعيه تاع هاد السفه، هي زعما ما كتخسرش، زوينه بزاف الصراحه. ملي غتستخدموها غادي تعجبكم. صافي ملي غادي نحلها بحال هكا، واخا تيبان لكم الماء لتحت راه حتى حاجه ما غتبقى، هذاك الماء كامل غتشربوا. ندير فوق منها بلاستيكه ودره تاني ونخليها تاني. غتقولوا لي راه غتغلاض ولا يعني الشعره تاع السفه غادي تغلاض، ما كتغلاضش هاد النوعيه، عرفتي كتبقى زوينه. هانتوما هنا ضفت حتى الملحه لتحسين الذوق ضروري. نخلطو ثاني واحد شويه وعاد اش غادي نغطيها ان شاء الله. وهنا البنات غنحيدوا الغطاء على السفه. هانتوما انا نحركها واحد شويه، شوفوا البنات فين هو الماء، ما بقاش حسوا، شتو راه ما غلاضت ما حتى حاجه، راه باقا كيف ما خليناها، راه رقيقه كيف ما كتشوفوا.
كتعجبني هاد النوعيه هادي الصراحه. انا غادي نخليها مازال واحد شويه، باقا ما نشفاتش مزيان. وهنا غادي نوضعوها صافي في الكسكاس. هي السفه كتبغي شويه الخاطر وشويه الوقت، يعني اللي بغى يصيبها يفيق صباح بكري ويجدها على خاطره وياخذ وقته فيها. هانتوما دابا راني غادي نديرها في الكسكاس باش ندوزو ان شاء الله التفويره الثالثه. واحد النقطه اخرى البنات، راه ممكن انك تعملي غير 3 تفويرات، وممكن ديري حتى 4 تفويرات على حساب نوعيه السفه اللي عندك والطريقه كيفاش كتخدميها. يعني هي كتبغي ديري معاها الخاطر وتعطيها الوقت، وتتبعي النصائح اللي عطيتك. ممكن ديري غير 3 الا تبعتي النصائح اللي عطيتك. يعني مجرد ما تشرب الماء مزيان وتغطيها، والنقطه نتاع فاش تبغي تحطيها في فوق البرمه، الكسكاس تحطيه فوق البرمه، نحسب الوقت حتى تنفخ البلاستيكه، عاد نحسب نص ساعه نتاع الوقت كامله وما خصهاش تنفس. المهم هنايا راني كنحط لهم في الغداء، وبغيت مازال نشرح لكم وباش تعرفوا البنات، الانسان كيمشي عير فما شاء الله. هاد البصيله وهاد الدجيج هذا كانت معوله على راسي، زعما كي انا باغا ندير لهم السفه المردومه. يعني عادش ندير نزوقها من الفوق. هذا قالك لا ماما صافي غير نقصي دجاج، ديري لنا غير مريقه، وعاد درنا السفه حلوه كيموتوا بناتي على السفه الحلوه. المهم هانتوما هنا راه بدات سميتو كتنفس ليا البلاستيكه، وانا نشدها بحال هكا بالموس وخليتها تفور على خاطرها. وهنا البنات هنا غنوريكم باش غادي نزوقها وباش غادي نخدم هذه السفه نتاعي. هنا عندي حك نتاع نيسلي، عندي القرفه وعندي اللوز مهرمش. بالنسبه للزبده الصراحه البنات، وهذه نقطه اساسيه غنوصيكم عليها، ما تستخدموش نهائيا الزبده النباتيه. انا ما توفرتش عندي الزبده تاع العبار، ضروري من زبده العبار. بالنسبه لهاد الكميه هذه كنحتاجو ما بين معلقه حتى لزوج المعالق زبده العبار، زبده حيوانيه. المهم كيف ما قلت لكم انا استخدمت زبده نباتيه ملعقه بومبي عامره بزاف. ولكن نتوما ضروري انكم تستخدموا زبده حيوانيه، زبده العبار. غير انا متوفراتش ليا، ما توفراتش عندي في الدار، هذاك الشيء علاش ما استخدمتهاش. لكن من الضروري اننا نستخدموا زبده العبار. وبالنسبه للحليب المركز المحلى فغادي نستخدم اكثر من نص، حيت هو اللي غادي نحلي به. انا ما غنستخدمش نهائيا السكر ثقيل، غنستخدم اكثر من نص، يعني غنخلي فيه غير شي شويه. وفي الاخر بناتي راه غادي نقول لك لا كمليها ماما غير كملي بلا ما تخلي داك شويه، غير سوا ضيفيه السفه. المهم على حساب الحلاوه كله كيفاش كيبغيها، كاين اللي كيبغيها حلوه بزايد، كاين اللي كيبغيها ناقصه. المهم انا هنا جاتني هي هذيك، يعني ما حلوش بزاف. ولكن البنات الا ضفتوا زبده حيوانيه راه كننصحكم بانكم ما تستخدموش هذا الحليب المركز المحلى كامل. علاش؟ حيت هو ميدم، والزبده العبار حتى هي ميدمه بزاف. يعني حنا غنديروا معلقه تاع الزبده وتقريبا فيت النص شويه نتاع الحليب المركز المحلى ولا النص، وانتي كتذوقي الحلاوه. جاتك ناقصه غتضيفي هذوك 2 المعالق نتاع السكر ثقيل صافي، وتوضعيها في المول اللي بغيتي، ولا ديريها بالطريقه التراديسيونيل وتزوقيها بالطريقه اللي بغيتي. المهم انا زوقتها بالقرفه وشويه لوز مهرمش كان عندي. كنقول لك مره اخرى غير جربي طريقتي، الا جربتيها اكيد غادي تعتمديها. اهم حاجه انك تمشي على النقط الاساسيه اللي عطيتك، اللي هي تحسبي نص ساعه من بعد ما تنفخ لك الميكا، وملي توضعي السفه ديالك في القصريه ضروري تغطيها ببلاستيكه وشي دراف بحال هكا. المهم هاد النوعيه اللي كنستخدم انا تاع السفه راه ما كتخسرش، راه ما كتعجنش وما كتكورش وما كتخسريش فيها نهائيا، ولو تكوني ما عمرك ما صيبتي السفه. وبالنسبه للزبده ضروري من زبده العبار كتجيبيها بنينه، وهذا كيخلينا ما كنستخدموش الحك تاع الحليب المركز المحلى كامل حيت هو ميدم.
إلا كنتو استفدتوا من هذا الفيديو ولو بالقليل، ما تنسوش تدعموا قناتي بالاشتراك والبارتاج واللايكات. الله يجازيكم بخير.